مراسم الاستقبال استهلت بتحية العلم الوطني وتقديم التحية العسكرية للضيف من طرف تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. خلال هذا اللقاء الذي حضره الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وقادة القوات ورؤساء الدوائر ومديرين مركزيين من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وأعضاء الوفد العسكري الموريتاني الشقيق وسعادة السفير الموريتاني بالجزائر، تطرق الطرفان إلى التطورات الأمنية في منطقة شمال إفريقيا والقارة الإفريقية، كما تبادلا وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا السبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين الشقيقين. بهذه المناسبة ألقى السيد الفريق أول كلمة رحب في بدايتها بالوفد الزائر مشيدا بالروابط الكثيرة التي تجمع البلدين الشقيقين. أود في البداية أن أرحب بكم وبالوفد المرافق لكم في الجزائر، متمنيا أن تكون هذه الزيارة مثمرة ومفيدة للطرفين. إن الجزائر وموريتانيا بحكم الروابط الجغرافية والتاريخية والثقافية التي تجمعهما يتقاسمان نفس الطموحات ونفس التحديات، وهو ما جعل علاقاتهما الثنائية نموذجا يحتذى به في التعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية. السيد الفريق أول أكد أيضا الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية الموريتانية، مشددا على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين البلدين وفق رؤية متكاملة ومتبصرة ترتكز على الحوار والتنسيق وتبادل الخبرات. فالأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها العلاقات الجزائرية الموريتانية لا تنبع فقط من القواسم المشتركة
التي تجمع بلدينا، بل تتجلى أيضا في الدور المحوري الذي يلعبه هذا التعاون في استقرار المنطقة ككل. كما أن التحديات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية التي تواجهها منطقتنا تفرض علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى تعزيز العمل المشترك وفق رؤية متكاملة ومتبصرة ترتكز على الحوار والتنسيق والتبادل الخبرات والممارسة الفضلة في ميادين الاهتمام المشترك. في هذا المنظور تحرص الجزائر تحت قيادة السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على تعزيز علاقاتها الثنائية مع موريتانيا في شتى الميادين، لا سيما الأمنية منها، لأننا نؤمن في الجزائر أن أمن بلدينا واستقرارهما يحتاج إلى أعلى مستوى ممكن من التوافق والتنسيق والتشاور. من جهته عبر السيد حنان ولسيدي عن سعادته بالتواجد في الجزائر، مشيدا بعمق علاقاتها الأخوة وحسن الجوار التي تجمع الشعبين الشقيقين، كما ثمن الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في سبيل استتباب الأمن في المنطقة. أنا هنا والوفد المرافق نحس بحق أننا بين إخواننا وفي وطننا الثاني بفعل قوة الروابط التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الموريتاني والجزائري. لقد ظل التعاون العسكري بين موريتانيا والجزائر مثالا يحتذى في الفضاء المغاربي والإفريقي من حيث تبادل الخبرات والتنسيق الميداني والتكوين، وإننا لنثمن عاليا الدور الرائد الذي تطلع به الجزائر في دعم الاستقرار الإقليمي. إنما كانت الروابط التاريخية والجغرافية بين بلدينا تجعل كل منهما عمقا استراتيجيا بالغ الأهمية للآخر، يقوى بقوته ويضعف بضعفه ويأمن بأمنه. في ختام اللقاء وقع السيد الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والسيد حنان ولسيدي ولد حنان وزير الدفاع الوطني وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء للجمهورية الإسلامية الموريتانية على اتفاق تعاون في مجال الدفاع، ليوقع بعدها ضيف الجزائر على السجل الذهبي لأركان الجيش الوطني الشعبي.